السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنخش في الموضوع على طول يا جماعة. دكتور ضياء العوضي يعتبر من الدكاترة اللي هم ربطوا ما بين العلم والإيمان. طيب احنا عندنا مين تاني اللي ربط بين العلم والإيمان؟ طبعا كلكم عارفين الدكتور مصطفى محمود. ربط بين العلم والإيمان. طب هل هو يفوق دكتور ضياء؟ لا، احنا مش هنا، مفيش وجه مقارنة، بس احنا دكتور ضياء يعتبر تفوق في الحتة ديت، لأن دكتور ضياء يعتبر طبيب بشري. ربط بين العلم والإيمان، وشاف قدرة ربنا سبحانه وتعالى في المرضى اللي كانوا بيبقوا بين الحياة وبين الموت، اللي بيخشوا الرعاية المركزية عنده، وكان بيراعيهم وبيداويهم، وبيشوف الناس في أصعب حالتها يعني. فمن هنا دكتور ضياء ابتدى إن هو يغوص في بحر بقى العلم والإيمان والقرآن، الكتاب الكريم، طبعا القرآن الكريم. وابتدى إن هو يربط الأشياء ببعضها عشان يطلع بفكر جديد يأيد طبعا نظام الطيبات. نظام الطيبات كلكم عارفينه. مش هنتكلم عنه، بس احنا هنتكلم ان هو ربط الموضوع بشكل ديني اكتر عشان يدعم نظام الطيبات بالايمان بقى. دكتور مصطفى محمود كلكم عارفين ان هو كان دكتور وباحث اكتر في العلم وربطه بالايمان والكلام ده كله. دكتور ضياء ابتدى ان هو يخش من منظور تاني، اللي هو عاش بقى الحياة ديت بتاعت المرضى والناس اللي تعبانة والناس اللي بتموت والناس اللي بتتعذب فعلا حرفيا، وبين الحياة وبين الموت قدامه. وسبحان الله، ربنا كان بيبقى جعله سبب برضه في الرعاية المركزة، ان الناس دي تحيا وتقوم على ايده من جديد، ويكتب لها الشفاء. وطبعا الشفاء كله بإيد ربنا سبحانه وتعالى. وكان دكتور ضياء سبب. فمن هنا دكتور ضياء يعني ابتدى ان هو بقى عايز بقى يعني ايه يعمل فكر جديد، ويعمل منظومة جديدة. وابتدى ان هو يفكر بقى ان ليه الناس كلها بتتعب، والناس كلها ليه مرضانة، والناس كلها ليه تعبانة. ما في، اكيد في حاجة غلط، اكيد في حاجة غلط. فمن هنا ابتدى ان هو يخرج بره الصندوق، ويعمل نظام الطيابات اللي اضاء لنا بيه الطريق عشان الناس كلها تهتدي على هذا النور. وهو سبحان الله ضياء من اسمه، وهو ضياء جعل لنا نبراس ونور نهتدي به ونمشي عليه ان شاء الله، حتى يتم الشفاء علينا جميعا، والشفاء كله بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، هل بقى دكتور ضياء ما تعرضش لضغوطات في الموضوع ده؟ لا، تعرض لضغوطات ياما طبعا. ناس كتيرة جدا، شركات بقى بدون ذكر اسماء، عرضوا عليه فلوس، وعرضوا عليه هدايا كتير، وطبعا اتعرض لتهديدات كبيرة جدا، يعني ما ينفعش الفلوس، ابتدى ان هم يهددوه وكده يعني. فهو كل دوت ما كانش همه ولا كان باصص له. هو كان رايد ابتغاء وجه الله تعالى سبحانه وتعالى، ان هو يوصل العلم ده اللي هو اهتدى بيه، يوصله للناس، علشان اكبر قدر من الناس يمشوا على النظام دوت. والناس تحس بقى احساس تاني خالص بقى، اللي هو المريض اللي هو السكر اللي حياته منتهية يبتدي يحس ان في امل، مريض السرطان يبتدي يحس ان في امل، مريض الضغط اللي بقاله كتير ماشي على ادوية الضغط يبتدي يحس ان في امل وفي خير جاي. فهو ده اللي كان دكتور ده عايز يعمله، ان هو يعني يبتدي بقى ان هو يودع امل في الناس تمشي على الامل دوت. ونظام الطيبات بقى جه يدعم الكلام ده كله، ان هو ممنوعات بقى واساسيات ومسموحات. اللي هيمشي على النظام دوت ان شاء الله اكيد طبعا بعد العلم الوفير اللي دكتور ده قعد بيبحث فيه، ووصل بمجهود شاق جدا النظام دوت. اكيد طبعا، اكيد مش هيبقى اعتباطا، واكيد مش هيبقى هيضيع على الارض يعني، لا. اكيد النظام دوت هيوصل لنتيجة، ونتيجة كويسة جدا كمان. طب الناس دلوقتي كلها بتجرب، وطبعا كان في تجارب قبل كده مع دكتور ضياء ايام ما كان عايش، الله يرحمه. دلوقتي الناس كتيرة جدا بتجرب النظام، وناس كتيرة جدا طالعة دلوقتي وبتأيد النظام، وبتأكد على كلام دكتور ضياء ان الحمد لله
تم شفاء في حاجات وامراض كتيره جدا. فالعلم هنا لما يرتبط بالايمان الموضوع بيختلف يا جماعه. انت لو سمعت الدكتور ده في الفيديو دلوقتي اللي احنا هنشغله هنسمعه لكم، هتحسي ان مش طبيب بيتكلم، لا ده عالم دين، يعني اكن شيخ ازهر هو اللي بيتكلم، لان هو متعمق في الدين ورابط الموضوع ببعضه، وربطه بالطب، وربطه بالعلم اللي هو وصل له في الطب. فلما الإيمان يأيد العلم ويأيد الطب الموضوع بيختلف تماما، والإنسان من جواه بيبقى عنده نور وعنده بصيرة وعنده قوة من الله سبحانه وتعالى. ما بيهموش لا بشر ولا بيهمه إنسان ولا بيهمه تهديدات ولا بيهمه فلوس ولا مغريات، ولا الكلام ده كله بيبقى مش باصص له ولا عايزه ولا رغبه. هو عنده هدف تاني أسمى من كده، ابتغاء ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، عشان يبقى هدفه في الآخر إن هو يخش الجنة، مش يتعذب ويخش النار. طب يلا نسمع الدكتور. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. في كتاب، في سيناريو بالحدوتة كلها من عند آدم لحد يوم القيامة، خلاص. ومش يوم القيامة بس، لحد يوم النشور اللي هو النفخة التانية اللي هنطلع من الأرض زي النباتات كده، زي الزرع، زي النجيلة. كل ده مكتوب في الكتاب ده. فانت بقى ايه؟ هو ربنا بيقول ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم. المصيبة دي اللي هي ايه؟ يعني حتى الخير مش هنتكلم عليه عشان هتفرح بيه اصلا، صح؟ هنتكلم على المصيبة. عربيتك اتخبطت، عربيتك ولعت، امك ماتت، مراتك ماتت، مش عارف مين مات، فقدنا عزيز، فقدنا شغل، فقدنا فلوس. في كتاب اصلا ان ذلك على الله يسير. وبيقول لك بقى دي ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. يعني ما تاخدش الدنيا على محمل الجد، يعني سواء جالك فيها واخذها منك فيها. ما هي منتهية. ما انا دلوقتي هموت. انا لو هموت بعد نص ساعة، هفكر في عيال؟ لا طبعا. هفكر في حساب في البنك؟ هقوم اعمل ايه؟ هعبد ربنا دلوقتي حالا. ده هجري، ههرول. قلت ايه؟ ههرول لله. هتهرول لله. ربنا بقى عشان كده النبي قال على الصلاة عماد الدين. الدين اللي هو لسه ما قلناش هو ايه هو برضه، اللي هو الدين الاصلي، الدين الاصلي ده. بس الصلاة عماد الدين ليه؟ الصلاة بالذات عند المسلمين انت بتعمل حاجات غريبة. بتسيب نومك وتقوم تصلي الفجر، او تسيب راحتك لان الفجر ده في عز السكون. الظهر بتسيب اللي في ايدك في عز عملك وانت شغال، في عز شغلك، وبعدين بتروح تتوضى. لا مش بصلي، ده انت بتتوضى الاول. ما هو في امر اصلا لبني ادم كلهم. هو ربنا لو انت تخيلتي فرضا ان احنا كل الارض على الاسلام تمام كما اراده الله للبشر، تمام. هو ربنا طبعا قال لو اتانا كل نفس هداها، لكن لو افترضنا افتراض ان البشر 8 مليار مسلمين، ماشي، وانت تخيلتيهم في مواعيد الصلاة المختلفة بمختلف التوقيت حسب ما هم واضعينها عالميا ومتفقين عليها زي جرينتش كده، ففي خطوط طول مصطفين بيصلوا بالمواعيد. فهتلاقي منظر البشر وانت بتبصي عليه يعني من فوق كده، اللي هو درون فيو يعني، معلقه مروحيه صغيره كده جايبه انا من فوق وتتفرجي من فوق، هيبقى شكلك عامل ازاي؟ عامله زي الورده اللي بتفتح وبتقفل. منظر جميل قوي. حلو الكلام. يعني هتلاقي كده حاجات مرصوصه زي صوابع البيانو بتطلع وبتنزل معاكي في تناغم. وده منظر ربنا بيحبه. لحظه واحده، انت تخيل انت بقى صاحبه الكون ده والكون متنفذ بالشكل ده، فتبقى انت تباهي الملائكه بتاعتك بالعباد دي، صح؟ صحيح. وتصبري عليهم وتديهم، صح؟ صحيح. لا، لقيتهم بقى دول في التوقيت ده بيقطعوا بعض وبيضربوا بعض، وفي التوقيت ده اللي هو مستني الشكل ده لعباده،
هما في لهو نسيهم. هم في غفلة. صحيح. برافو عليك، هم في لهو. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. حبيبي انا حضرتك انا بلعب يعني ايه؟ يعني بمارس دوري. انا دكتور، انا محامي، انا موظف، انا 8 ساعات مستعبد. انا بشتغل حاجة معينة وما بحبهاش. بس ده الجيم بتاعك، التايتل بتاعك في الدنيا. في الجيم بتاعي او ما ده اللعب ربنا خلق دكتور مهندس ايا كان. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث. يبقى احنا الجزء الاولاني ده التعريف كامل. تمام. لعب وله وزينة. هو لعب وله عشان خاطر بيقول لك ايه؟ اصل هو كان طفل فكان بيلعب. لا ولهو اما كبر. وبعدين زينة مش عارف. حضرتك هو قال لعب وله دي كذا مرة. ماشي. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. وقال لك لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. احنا ما بنلعبش. ربنا ما خلقت هذا باطلا. ما فيش لعب. السماوات ذات الحبك المحكمة دي والارض المتسطحة والزروع اللي بتطلع وطبيعة اكلك اللي ما بتختلفش على مر العصور والامراض اللي بتتكاثر وبتتناوب من هنا لهنا لهنا لهنا. طبيعة التاريخ على مر العصور الماضية شبه بعض. قوم ابادوا قوم وناس احتلوا ناس واراضي اختلفت من عند ده لده كالساحات ماشية كده. الحروب الصليبية من الشمال، المغول من اليمين، وبيكسحوا بيمشطوا المنطقة. اللي وقع الصباح من على البرج بتاعه بعد سنين اللي هم الحشاشين المغول، وهم في لفة من لفاتهم مشطوه شالوهم. خلاص. ما هو انت الاله بعد امثلة طوفان نوح كانت كتير. الاله قال لك الاستراتيجية اختلفت. انا بقى ليا قوم من عند ما نزل كتاب من عند ألواح موسى. من بعد ألواح موسى كان أول أمر إله اقتلوا أنفسكم. قبل كده عمر ما الإله قال اقتلوا. هو اللي بيتدخل بالعقاب، بيهلك الأقوام. أيوه، يهلك القرى والأقوام. دي قرى عشان توحدوا على نفس وبقت اسمها قرون. بقول لك أهلك قرونا السابقين. دايما قرون وقرى. تمام. دايما الحتة دي كده. فبيهلكهم ليه؟ اتفقوا على فكر واحد، فكر باين، فكر بشري، فكر كافر. صحيح. فكرنا بيقول احنا في ينابيع وازهار ونخل طلعوها هضيم وبتاع. ربنا بيحبنا. طب نعمل ايه بقى؟ احنا فاضيين. اعملوا معابد، اعملوا شلالات صناعية، اعملوا ابراج ناطحات سحاب، ابنوا خلدوا اثارنا. حضرتك انت طب انت مؤقت مش مهم. انت زائل مش مهم. انا زائل، انا بعمل اللي جاي. حضرتك انت مالك انت في اللي جاي؟ ده بالعكس، لو جيت للحياة الدنيا هي اكثر مدة ساعتين انت هتوفي فيهم وتمشي. تتخذون مصانع لعلكم تخلدون. مخاطبة للثورة الصناعية. انت باشا انت مش مخلد. انت بتعمل مصانع كتير ليه كده حضرتك؟ يعني انت حضرتك كإنسان يعني انت بتصنع انت قاعد. يعني انت قاعد كتير. انت طب يقول لك احنا قاعدين. الانسانيه حبيبي ده في حد ذاته تعدي. الانسانيه ايه؟ الانسانيه منتهيه. شئت ام ابيت منتهيه. صحيح. والا انت مآمن بالغيب ازاي؟ والاخره ازاي؟ اليوم الاخر ده معناها ان انت مجرد ما تموت انا لله وانا اليه راجعون. بدأت حياتك، قيامتك قامت. سيدنا ابو بكر قبل ما يتوفاه الله، قبل ما يقبض بكام يوم، وترك بستان للسيدة. لا زي وصية. فبيقول ايه؟ من ابي بكر في اخر عهده بالدنيا وبداية عهده بالاخرة. لو انت مش مؤمن ان الاله دلوقتي بيشوفك يبقى انت ناقصك حاجة.
لان انت عم تلاقي الصحابه يقول لك عثمان تخجل منه الملائكه من كتر هو ما هو حقيقي يعني ايه؟ يعني بيخجل من اقل التصرفات. هو ما عنده يقين ان ربنا شايفه طبعا فسيرى الله الله عملكم ورسوله والمؤمنون. خلي بالك انت شهادة الحق بتاعتك لما بتشهدها انا مش مستني عليا شهود، انا مفيش شهود اصلا جاهزين للمشهد، انت بتتجرب بس. هتقول الحق ولا هتسكت؟ هتخاف على عيالك ولا هتخاف على وظيفتك ولا هتقول الحق؟ وهي دي الامانه. الواد اتضرب، الواد اتشتم، الواد اتاخد حقه، ماليش دعوه. ما انت جربت، انت عايز تعيش امن. طب ما دي مش الحياه النهائيه، وانا هكمل اهو. دي مش النهائيه، كلا بل تحبون العاجله. ما هو كده، ما انت مجبول على ده. انا مفطور ان انا اخاف على حياتي. ففي كلمه بتتاخد دايما في السياق، ولا تلقوا بايديكم الى ايه؟ تهلكه. حلوه قوي. يعني يا باشا هو اي ضرر ليه تهلكه؟ هو ده النقطه بقى. يبقى انت جاي ما تتضرش خالص، انت جاي عايز تيجي هنا وتخرج ما تتجرحش، محدش ينال منك. طب ما انت كده يبقى من الناس اللي ممشيه امورها خالص، يعني اللي لا مديت ايد مساعده ولا شهادة شهاده حق. ما انت هيطبق عليك شويه مواصفات، الذين هم لاماناتهم وعهدهم ايه؟ راعون، والذين هم بشهاداتهم ايه؟ قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. حبيبي في مواصفات. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، والذين في اموالهم حق معلوم. حضرتك في مواصفات انت بتطبقها من وجهة نظرك البشرية، بس شهادتك اللي انت قائم بيها دي ما انت هتموت عليها. حضرتك مش عايز شهادة ولا انت عايز شهادة بالحرب بس؟ لا، الشهادة هي قول الحق. ما الشهادة انت شهيد، يعني ايه شهيد؟ مش لازم انت مش مقتول حبيبي. ما هو الشهيد اللي اتقتل ده ارقى مراتب الشهيد، لان اللي هيشاهد بقى هو شاهد الحق في موقع حق، لانه احتسبه حق فقضى نحبه. قضى نحبه يعني قضى الرهان بتاعه، هو راهن ان هو بيحارب في الحق. ده قمة الكفر بالدنيا، كفر بالدنيا على الاخر. هو شال روحه على ايديه وقدمها، صح كويس. وكفى عليه ببارقة السيوف فتنة. صحيح. السيوف بتترفع واصواتها وجلجلة حصنها، عشان كده اتحط الفرار يوم الزحف من الكبائر عشان ما ينفعش تتحرك. انت بتدافع عن كلمة الاله دلوقتي. الاله من بعد الواح موسى تغيرت الاستراتيجية في التعامل مع البشر، بقى بيذوقهم بأس بعض. برافو عليكي. ودي قالها من عند سيدنا داود وطالع كمان. صحيح. قال لهم خلاص بقى انتوا اعمل سابقات، اعمل دروع، عشان انتوا دلوقتي هتبقوا بتحاربوا بنفسكم. فانت هتدافع عن كلامي عشان تنشر الحق، فانت لازم تكون متحضر. فألنا له الحديد. ويجي سيدنا سليمان يعظم المفهوم. فكر سيدنا سليمان هو عظم المفهوم ده. مملكة وصاحبة سلطة وصاحبة قوة، وكمان بتفرض شروط زي ما بعت لسبأ. صحيح. ائتوني مسلمين. يا عم احنا في ايه؟ احنا في امانة لا بنعبد الشمس. لا، مفيش قرية في المنطقة تجتمع على كفر وهسيبها. يبقى ده يديكي ايحاء بحاجة. سليمان فوق عند بيت المقدس وهي في اليمن، يبقى عدى شبه الجزيرة كلها ما فيهاش قرى كافرة. القرى دي كلها مسلم، معظمها مسلمة، او المدن دي معظمها مسلمة. المنطقة دي كلها الهدهد طاير من عند فلسطين لتحت لبيت المقدس فوق جنب البحر المتوسط لحد اليمن تحت سبق. ومر في النص على اقوام. مش هو رجع قال له لقيتها تحت. ايوه، يبقى عدى على دول. قال حد كافر كان قبلهم. ما فيش حد كافر. والكفار على مر العصور موجودين، بس مشرك بالله يعني مش. لا ما فيش مجتمع كامل. دي مملكة كاملة في سبق.
مملكة تمام. كاملة بسبب. فهمت. مش لكن بس كان سيدنا موسى اما طلع مع العبد الصالح قال لك كان ابواه مؤمنين. ما هو في اتنين مؤمنين اهو، ما رسولهمش سيدنا موسى اصلا. مش هو قال اما ذبح الغلام قال له كان ابواه مؤمنين صحيح. فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. صحيح. تبديل الزكاة والرحمة مش في طفل تاني، لا، هو لو قعد دول ممكن يكفروا، يبقى فتنة ليهم. يبقى يصبروا على حزنهم وهم مؤمنين، ما هيحتسبوا. تمام. خلاص خلصت. نيجي عند القرية اللي جنبها كلها كفار، ما اكلهمش ما شربهمش، دول كفار برضه، قرية كافرة، ومع ذلك فيها جدار اقاموا. ليه؟ عشان الولدين ابوهما كان صالحا. خلاص يبقى في مسلمين تاني اهو عند غير، مش ما فيش سيدنا موسى، بس ابوهم كان، بس اليتيمين فين؟ في المدينة. اليتيمين في القاهرة واهلهم مثلا في المحل مثلا، او قرية يعني من قرى مصر، او في المنوفية. حلو الكلام. ففي فدانين هو ابوهم ساب لهم ومات ابوهم مثلا يعني، فهو العيال في المدينة بس الفدانين والكنز تحت في المنوفية. فهو الراجل راح ما حدش اكله، بس الراجل الله يرحمه كان ايه؟ كان صالح. يبقى معنى كده القرية كلها مش مجتمعة على الكفر يعني، فيها وفيها. لا القرية دي كفار، احنا خلاص برضه ما حدش اكلهم خالص، بس فيها مؤمنين برضه. ما فيش مؤمن يا ستي، هو راجل مات بقى، هو ده ورثه بس ارضه في قرية كفار، فهمتي حاجة؟ ماشي. بس وولاده بقى في المدينة هناك بقى في رعاية حد تاني الله اعلم يعني. خلاص انا المقصود ايه؟ ان سيدنا موسى لما نزل بنفسه وراح قابل العبد الصالح كان في ناس مؤمنين في كل حته. انا قصدي اقول يعني ما كانتش رساله موسى هي رساله الايمان الاولى، لا. ده في مؤمنين وفي عبد كان مش اصل هما بيقول لك القصه بيحصروها ان هذا العبد الصالح هو اعلم من موسى، وموسى ذهب ليتعلم. طب انا هتعلم ايه؟ معلش يعني، رحت ركبت المركب وخرقه، ورحت قتلت الغلام، ورحت بنيت البيت ده عند الجدار. قالوا لو اردت لاتخذت عليه اجرا. قال هذا فراق. ما لحقش يتكلم. انا ما سالوش، بيقولوا لو شئت لك، ما قالوش حاجه اصلا. لا زي برافو عليك كده. والله ما قال له حاجه. وده حصل فعلا. ما هو الغريب يا حضرتك هو ده اللي حصل فعلا. يعني موسى في اللقطه دي ما سالش، هو بيقولوا احنا ما اكلناش وما شربناش. خلي بالك سيدنا موسى من البدايه كان في اكل، اتينا غداءنا يعني. هو الراجل السفر ده كان تعب ليه، ما اكلش برضه يعني. هو الراجل عمال يلف، ما هو استطعم اول ما دخلوا القريه استطعم اهلها. هو حضرتك هو مش هو ركب مع العبد الصالح، اول ما ركب بحر. خلاص هو احنا لو افترضنا كما شاء يعني سيدنا موسى دلوقتي تايه او في فتره التيه مع قومه في سيناء، وبعدين حصل اللي حصل لغرض الهي قدرا، يروح يشوف العبد الصالح. الحديث النبوي وده صححه بعض الناس، قالوا ان موسى، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان موسى في يوم حد من بني اسرائيل ساله انت مين اعلم اهل الارض؟ قال له انا اعلم اهل الارض. او هل يوجد من هو اعلم منك؟ قال لا. يعني حاجه شبيهه بكده. فربنا اداله الامر. انت لازم تفهمي ان واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين، واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقر. هو دايما في مشاهد بيقطع عليكي شط والترتيب مش هقولهولك عشان الذكر ده ما يتحرفش. القرآن اختلافه ما يبقاش سردي ورا بعضه كده، ما يبقاش مترتب. التوراة مثلا مش سردية ورا بعض، مش مترقم، متنجم، نجوم، نهايات، ايات. عامل شبه الخوارزميات كده، لازم تفكوا. مش تفكوا، انت تربطوا بقى. هو مفكوك.
هو مفكوك اصلا. بس يعني اتجمعوا. يعني حضرتك هو فجأة في سورة الكهف هو بعد ما حكينا اهل اصحاب الكهف وبعد كده صاحب الجنة وبعد كده سيدنا الزرع. موسى اذ قال موسى لفتاه. حضرتك ممكن تسيبي بس ده لحظة واحدة. ماشي. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. يبقى انا رايح لهدف. الهدف ده ان طب موسى هيقول لك راح يتعلم. امتي مش هو قعد معاه قال له على ان تعلمني مما علمت. صحيح. طب انت اتعلمت ايه في الاخر؟ سؤال بقى، ايه الدرس المستفاد؟ هتلاقي نفسك حضرتك سكت. انت بقى عمال تفسر في ايه؟ ان العبد الصالح ده الخضر. والعبد الصالح ده عايش 2000 سنة قبل موسى وعايش 2000 سنة بعد وهو عايش لحد النهاردة. وناس تقول لك حبيبي انت ده عبد صالح كويس وما صبرش خالص. بيقول له لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال هذا فراق بيني وبينك دلوقتي حالا خلاص. انت بقى حضرتك مين؟ يعني انا مش مهم انت مين. انا استفدت ايه؟ طيب موسى اتعلم ايه؟